السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي سنة رابعة عاملين ايه؟ هنكمل مع بعض دروس وحدتنا التانية في الدراسات بدرسنا التاني بعنوان الأماكن التراثية في بلدنا. النهاردة سنة رابعة هنبدأ مع بعض أكننا في جولة، أكننا رايحين رحلة مع بعض. هنبدأ نتفرج على الأماكن التراثية، الأماكن اللي اتعملت من زمان قوي 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 وليه أهمية كبيرة جدا عندنا في مصر. يلا بينا. زي ما قلنا مع بعض يا سنة رابعة ان احنا هناخد الاماكن التراثية اللي موجودة عندنا في مصر. طيب هو انا الاماكن التراثية اللي موجودة عندنا في مصر دي يا ترى انا عرفتها ازاي؟ يا ترى الاماكن دي ليه اتحطت ضمن قائمة التراث العالمي؟ ازاي اتعمل الكلام ده؟ بيقول ان في عندنا منظمة اسمها منظمة اليونسكو. منظمة اليونسكو دي يا سنة رابعة المنظمة دي مسؤولة عن التربية والعلوم والثقافة، فهي اللي بتختار المناطق المواقع الأثرية التراثية، تمام، تكون مكان طبيعي، حاجة كده ملهاش زي، يعني حاجة ملهاش نسخة تانية، فبتبدأ ان هي تحطها او تبقى ضمن قائمة التراث العالمي. وطبعا اليونسكو بتعمل كده علشان تحمي المواقع دي وتحافظ عليها، لانها مهمة جدا 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 في الحضارات بتاعة الشعوب دي والثقافة بتاعتها. تعالوا نشوف مع بعض الاماكن التراثية. لو انت في اجازة بتاعتك، اجازة نص السنة، ورحت مع العيلة بتاعتك علشان مثلا تعمل رحلة، رحت مثلا محافظة الأقصر وبدأت تشوف آثار حلوة قوي قوي قوي، وطبعا المرشد السياحي هو بيحكي لك كده وبيشرح لكم المنطقة دي. رحت في منطقة اسمها منطقة طيبة. مين هي طيبة دي يا سنة رابعة؟ اللي هي الأقصر. منطقة طيبة دي اللي هي الأقصر دلوقتي، وطبعا دي من أهم المناطق اللي موجود فيها آثار موجودة أو مواقع بنقول عليها من مواقع التراث العالمي في مصر. تعالوا ناخد مع بعض كده، بص على الخريطة اللي قدامنا دي، نشوف المناطق اللي احنا هناخدها. انا عندي مثلا عندي منطقة القاهرة التاريخية وابو مينا باسكندرية وجبانة منفي بالجيزة ودير سانت كاترين بجنوب سيناء ومعبد الكرنك بمدينة طيبة ووادي الحيتان بالفيوم. انا قلت لك هنركز على مدينة طيبة، تمام. مدينة طيبة دي اللي هي الاقصر دلوقتي او موجودة في الاقصر. هناخد برضو منطقة الفيوم، هنلاقي فيها برضو منطقة الفيوم وادي اسمه وادي الحيتان. هناخد برضو منطقة اسمها منطقة ابو مينا في اسكندرية. تعالوا مع بعض يا سنة رابعة نبدأ بالأماكن التراثية اللي موجودة عندنا في مصر واحدة واحدة. مصر فيها 7 مواقع تراث عالمي وموجودة لعصور ما قبل التاريخ وحضارة مصرية قديمة وعصر قبطي وعصر إسلامي، يعني فترات كذا فترة. يبقى أنا لما أجي أقول مصر فيها كام مواقع تراث عالمي؟ 7 مواقع يا ميس هبة. عندي كام موقع تراث عالمي؟ ركز معايا، عندي كام موقع؟ 7 مناطق، 7 مواقع، 7 مواقع تراث عالمي. طب المواقع دي او الاماكن دي يا ترى اتبنت امتى وحصلت امتى؟ هل كلها في عصر واحد؟ قال لي ده عندي عصور ما قبل التاريخ، وعندي في الفتره الحضاره المصريه القديمه، وعصر قبطي وعصر اسلامي. طب يلا نبدا بينا مع اول حاجه عندنا منطقه وادي الحيتان. زي ما قلت لك وادي الحيتان دي منطقه موجوده في الفيوم. طب اشرحي لي بقى منطقه وادي الحيتان دي. زي ما قلت لك ان هي مكانها موجوده في الفيوم. الموقع ده موقع طبيعي، موقع طبيعي، حاجة ربنا هو اللي خلقها. الموقع الطبيعي اللي في مصر، الوحيد اللي في مصر اللي ضمن قائمة التراث العالمي، موجود ضمن قائمة التراث العالمي. يعني قائمة التراث العالمي اللي عملتها منظمة اليونسكو فيها كم موقع؟ قلنا 7 مواقع. وادي الحيتان دول واحد من أهم المناطق أو من أهم المواقع اللي موجودة على قائمة التراث العالمي. وادي الحيتان موجود في محافظة مين؟ الفيوم. طب يا ترى في ايه بقى؟ بيقول المحتويات بتاعته في هياكل عظمية أحفورية. يعني ايه؟ هيكل عظمي الحيتان ضخمة قوي 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 كانت بتعيش في المنطقة دي. يعني من قد ايه مثلا يا ميس هبة كده؟ قال لي من حوالي 40 مليون سنة. يبقى منطقة وادي الحيتان يا سنة رابعة فيها ايه؟ قال لي هياكل عظمية أحفورية لحيتان ضخمة كانت بتعيش في المنطقة من 40 مليون سنة.
تاني منطقة عندنا سنة رابعة جبانة منف. جبانة منف دي موجودة في محافظة الجيزة. جبانة منف دي بتضم يبقى فيها أهرامات. كلمة جبانة دي يعني مقبرة. كلمة جبانة يعني إيه؟ يعني مقبرة. فجبانة منف دي فيها أهرامات، طبعا بتضم أهرامات الجيزة، أبو الهول، هرم سقارة، وفي آثار تانية قديمة موجودة في المنطقة دي. يبقى لما أجي أقول تاني منطقة موجودة على قائمة التراث العالمي هي جبانة منف، وجبانة منف دي بتضم إيه؟ أهرامات الجيزة، أبو الهول، وهرم سقارة. تالت منطقة عندي أو تالت موقع عندي مدينة طيبة. زي ما قلنا إن مدينة طيبة زمان موجودة فين؟ موجودة في محافظة الأقصر، موجودة في صعيد مصر. طيب هي ليه المنطقة دي أو المدينة دي مهمة؟ قال لي لأنها كانت عاصمة مصر القديمة. طيب يا ترى فيها إيه بقى؟ فيها معبد الكرنك ومعبد الدير البحري ووادي الملوك. يبقى بتضم معبد الايه؟ الكرنك والدير البحري ووادي الملوك. علشان كده المدينة دي مهمة جدا وتم وضعها على قائمة التراث الايه؟ العالمي. رقم 4، رابع منطقة عندنا هي آثار النوبة. والنوبة دي موجودة عندنا في جنوب مصر في محافظة أسوان. موجودة عندنا في جنوب مصر في محافظة مين يا سنة رابعة؟ أسوان. آثار النوبة دي بتضم ايه المحتويات بتاعتها؟ معبدي أبو سمبل وفيلة، يعني ده معبد اسمه أبو سمبل وده معبد فيلة. ودير الأنبا سمعان، دير الأنبا سمعان، والمقبرة الإسلامية. يبقى آثار النوبة فيها ايه؟ معبد أبو سمبل، فيلة، دير الأنبا سمعان، ومقبرة الإسلامية. خامس منطقة عندي منطقة أبو مينا. وقلنا منطقة أبو مينا موجودة فين؟ جنوب غرب اسكندرية. جنوب غرب اسكندرية. منطقة أبو مينا دي بتضم إيه بقى؟ قال لي بتضم المنطقة دي مزيج كده، جزء من بقايا كنائس قديمة وأديرة ومنازل حول قبر القديس ماري مينا. حول قبر القديس مين؟ ماري مينا. منطقة كلها فيها كنائس وأديرة ومنازل حول مين؟ قبر القديس ماري مينا. وطبعا المنطقة دي مزيج ما بين الحضارات القديمة. دي كده شكلها. سادس منطقة عندي منطقة دير سانت كاترين. زي ما انت شايف كده دير سانت كاترين موجودة عندنا في مدينة جنوب سيناء. طبعا أهميتها ايه؟ طبعا ان الدير ده هو من أقدم الأديرة اللي في العالم كله. طبعا منطقة سانت كاترين دي ليها أهمية كبيرة جدا للديانات السماوية الثلاثة، الديانة الإسلامية والمسيحية واليهودية. سابع منطقة عندي القاهرة التاريخية. القاهرة دي بتضم مناطق، بتضم مدن وعواصم قديمة زي الفسطاط والعسكر والقطاع. يعني دي كانت عاصمة مصر في فترة من الفترات، والعسكر دي كانت عاصمة مصر في فترة من الفترات، والقطاع كمان عاصمة مصر في فترة من الفترات. كل دول موجودين فين؟ في القاهرة التاريخية. علشان كده بنقول ان هي ليها أهمية كبيرة. بلس كمان بقى ان فيها آثار إسلامية، وطبعا عندنا مساجد زي مسجد عمرو بن العاص، وعندنا كمان جامع زي جامع أحمد بن طولون، والآثار القبطية زي الكنيسة المعلقة، وعملوا ومقياس النيل. كل الحاجات دي موجودة عندنا فين؟ في القاهرة التاريخية. دي كده الكنيسة المعلقة. لما اجي اقول لك بما تفسر، هي المواقع الأثرية دي مهمة؟ طبعا مهمة جدا جدا جدا. ليه؟ بتساعدنا ان احنا ندرس ونفهم التاريخ، نعرف كل الحاجات بتاعت أجدادنا، تمام، ونعرف الحضارات او نعرف الفترات والعصور التاريخية. كمان بتساعدنا، بتوفر فرص عمل للشباب، الناس بقى اللي بتشتغل في السياحة بيشتغلوا في الإرشاد السياحي في شركات السياحة. طبعا المواقع دي بتوفر لنا فرص عمل. رقم 3 بتزود الفلوس اللي بتدخل لمصر، يبقى بتزود الدخل الايه؟ القومي. هل الدولة بتهتم بمواقع التراث العالمية سنة رابعة؟ قال لي طبعا. دي مصر بتعمل جهود كتيرة جدا علشان تحافظ على المواقع دي وتحميها. من الجهود ديت مثلا هي عملت ايه؟ في طريق اسمه طريق الكباش. طريق اسمه طريق الكباش. ايه اللي حصل؟ مصر بدأت تطور الطريق ده. ازاي؟ هو الطريق ده موجود في محافظة مين؟ قال لي في محافظة الأقصر. تم تطوير الطريق ده سنة 2021. ده اسمه طريق الكباش. شايف كده شكل الكباش على الصفين؟ فمين اللي طور المنطقة دي أو طور الطريق ده؟ مصر. عندي مشروع تاني اسمه الصوت والضوء. المشروع ده انطلق المشروع ده في محافظة الجيزة، تمام، في منطقة الأهرامات. المشروع ده عبارة عن إيه سنة رابعة؟ بيعملوا عروض بالليل، بتبقى بتحكي بقى عن تاريخ المنطقة والآثار.
طبعا بعده لغات، لان الناس اللي بتبقى موجوده بتبقى من انحاء العالم، فلازم يبقى في كذا لغه. طبعا التنفيذ المشروع ده اتعمل او تم تنفيذ المشروع ده في مناطق اثريه اخرى غير منطقه الاهرامات اللي عندنا. قائمه المواقع المحتمل ادراجها بقى، بيقول ان في حاجات ممكن يتم ادراجها على قائمه التراث العالمي برضو. يبقى قائمه اليونسكو بتضم 34 موقع مصري مؤقتا، منها واحد سيوه ومحافظه مطروح. واحد سيوه ومحافظه مطروح من المناطق الموجوده على قائمه التراث العالمي مؤقتا. وبكده يا سنه رابعه يبقى خلص درسنا النهارده. اشوفكم في الدرس اللي جاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.